وفي هنا ناس اساتذه تحكي لنا بقى تجاربها من اكتئاب ومن رهاب اجتماعي، مش عاوز يقابل حد، مش عارف يقعد مع حد، قرفان من نفسه، حاسس دايما بالدونيه، مأثره على دماغه، لا عارف يحفظ ولا عارف يفهم، مأثره على بدنه بعد ما كان رياضي ساب الرياضه، مأثره على حتى ما بقاش يعني مهتم بشكله الخارجي. على فكره يا جماعه اعراض الادمان تقريبا واحده في كل يعني اللي انا بقوله ده اسقطه على واحد مدمن مواد مخدره هتلاقيه صح. فخلاص احنا اتكلمنا عن غض البصر قبل كده، لكن لا، هو الاشكال اللي احنا عايشينه دلوقتي في معظم الجيل اللي طالع شباب وبنات ان احنا وصلنا لمرحله الادمان رغبه قهريه. يعني ايه الفرق بين الواحد يجي يقول طيب انا شاهدت الاباحيه، انا مدمن ولا مش مدمن؟ فنقول له لو انت النهارده قلت انا خلاص وقفت ومش هرجع تاني، خلاص ما بترجعش يقول انا خلاص، يعني ده هي كانت مره مثلا وانا من 5 سنين عملت الموضوع ده وخلاص بقى لي 5 سنين ما فيش اي حاجه ولا موضوع بيلح عليا ولا خلاص، ده اسمه مشاهده اباحيه. يقول لا، ده انا كل ما استقيم يوم اقع، بعدين اسبوع وقع، وبعدين شهر وقع، وبعدين شهرين اقع. فنقول له لا، انت كده دخلت في مرحله ادمان الاباحيه، بقى عندك رغبه قهريه في انك تفعل هذا الفعل، انك تشاهد الاباحيه. فده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. احنا النهارده بنتكلم عن الادمان مش عن المشاهده خالص. طبعا واضح، يعني واضح جدا ان الادمان كان اوله ايه؟ مشاهده، واضح. ولذلك العلاج اللي ما وصلش للحته دي لادمان الاباحيه، عشان لو افترضنا ان في حد قاعد وما وصلش للادمان، فنقول له احفظ بقى عليك بصرك وسمعك علشان ما توصلش للحته اللي بنتكلم عنها النهارده، وهي ادمان الاباحيه، انك مش قادر تبطل. فيبقى دي قاعده ثانيه بنرسيها. يبقى اول حاجه النساء شقائق الرجال، ثاني حاجه درس النهارده عن ادمان الاباحيه مش عن مشاهده الاباحيه. ثالث حاجه ان المغالطه اللي عند بعض الشباب، وهي ان شاء الله مع الجواز الموضوع كله هينتهي. اكبر مغالطه عند الشباب دلوقتي، ده غلط طبيا وغلط واقعيا، يعني الواقع بيشهد بعكس اللي انت بتقوله ده. فلو حضرتك او حضرتك موجود دلوقتي وانت لسه ما اتجوزتش ولا لسه ما اتجوزتيش، ففاكر ان ده تنفيس عن شهوه مكبوته لغايه ما اتجوز والموضوع هينتهي، احب اقول لك ده مش هيحصل خالص، بل العكس هو اللي هيحصل. اللي انا بقوله ده مش هكرر الكلام اللي هقوله تاني، يعني الجمله دي بقى خدوها لاخر الدرس. مفيش كلمه هقولها النهارده غير لما هيكون ليها مرجع سند طبي والواقع يشهد لها. الواقع منين؟ من كتر الاسئله اللي بتيجي. ماشي؟ اللي بيحصل ايه يا شباب؟ اللي بيحصل ان بتجيلنا الشكاوي والاسئله بعد الجواز انه مش عارف يبطل ده بعد الجواز، وان ده مأثر على علاقته اصلا، ان الموضوع ده مؤثر على العلاقه، وانه ممكن يفضل الموضوع ده على العلاقه الطبيعيه. خلاص؟ الاسئله دي بتيجي من الفئه المتدينه شويه. في فئه اقل تدينا او ما عندهاش تدين، انه لازم يكون ده موجود وقت العلاقه. طيب ليه؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ الاطباء بيشرحوا الحته دي، بيقولوا دي في حاجه اسمها التكيف الجنسي. خلاص؟ تعالوا بقى عشان نخش بقى في الموضوع، بقى موضوع اعمق شويه. احنا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا مخنا بيبني حاجه اسمها كده دائره العاده. خلاص؟ الموضوع انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده او درس مش فاكر، فيعني اللي سمع الدرس ده هيبقى مستحضر معايا اللي بقوله ده بشكل اسرع. يعني دلوقتي يا جماعه تخيلوا ان كم العمليات الدماغيه المهول اللي احنا عايشين بيه في حياتنا، لو كل ما تخش عمليه عقلك هيفكر فيها، عقلك ده هينهار. ربنا سبحانه وتعالى مش خالق العقل عشان يعرف يعمل ده. خلاص؟ طيب فايه البديل؟ البديل ربنا سبحانه وتعالى بيخلق حاجه بيسموها الهابت لوب او دائره العاده. معلش دقيقتين ثلاثه كده يعني نركز عشان ده مفتاح الموضوع كله، موضوع الادمان عموما. يعني ايه؟ هديكم مثال الاول عشان نرجع بقى نفهم ايه اللي بيحصل. حضرتك وانت لسه بتتعلم سواقه جديد، لسه اول مره تركب العربيه وانت بتتعلم سواقه، بتلاقي ان كل حواسك مع السواقه، مش كده؟
يعني مركز 1,000,000% في السواقه. فوت سنه واثنين وثلاثه واربعه وانت بتسوق، بتلاقي بعد كده انت بتبتدي ترتب جدولك على السواقه. يعني ايه؟ يعني انا المفروض اعمل النهارده كذا، لا 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 خلي دي وانا سايق اعملها. بيحصل ولا مش بيحصل يا جماعه؟ المكالمه، لا لا المكالمات كلها اعملها وانا سايق. بعد ما كان وانت سايق مستحيل ان تعرف تعمل حاجه تانية جنب السواقه، مستحيل. صح؟ ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. مثال تاني ونرجع بقى نفهم عشان ننور الحته دي. ان حضرتك بتبقى عاوز تعمل مكالمه مهمه جدا، فبتروح رايح مادد ايدك ناحيه الموبايل عشان تعمل المكالمه. المكالمه مثلا كانت الساعه 5، ما تفاجئش غير بان الساعه 5 ونص 6 الا ربع وانت بتسكرول على الفيسبوك وما عملتش المكالمه المهمه. حصلت لحد؟ انا ممكن اقول ما حصلتش لحد. بتحصل مش كده؟ انك تمسك الموبايل تروح داخل او غيره، يعني من التطبيقات اللي انت متعود بتفتحها، تمسك الموبايل تروح فاتح التطبيق، تسرح مع التطبيق وتنسى الحاجه المهمه اللي كنت فاتح عشان تعملها. ايه اللي حصل؟ ليه ده حصل؟ وخلي بالك انت بتفاجئ، يعني كانك لما عملت ده انت عملته، يعني مصطلح غلط بس يعني وانت لا واعي، يعني انت مش دريان انك بتعمل ده. ليه ده بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق المخ انه لو لقى الهابت لوب دي او دائره العاده دي تكررت كذا مره بيحطها بينقلها في حته ثانيه في المخ، ماشي، اسمها العقد القاعديه، ماشي. فبمجرد ما يحصل اشاره معينه الدائره دي بتتقفل لوحدها. مش فاهمين؟ تعالوا نفهم بقى. دائره العاده دي يا شباب 3 عناصر مهمه، 3 عناصر مهمه. الاول بس قبل ما ابتدي، اكبر، خدوا بقى قاعده هي كمان اعتبروها قاعده، اكبر عضو جنسي في بدنك مخك. تاني، اكبر عضو جنسي في بدنك مخك، هو المسؤول عن اي تغيرات بتحصل لك. فكله بيبتدي من الحته دي. فاحنا بنقعد نتكلم عن المخ وايه اللي بيحصل في المخ، فما تقولش ايه هو فين الموضوع، فين الاباحيه، لا هو كله هنا اصلا، البدايه من هنا، ماشي. اللي بيحصل ايه بقى؟ عندنا 3 عناصر مهمين جدا. عنصر بيسموه المحفز، ماشي، بيسموه كيو او تريجر، وعنصر بيسموه الروتين او الفعل المتكرر، وعنصر بيسموه المكافاه او الريورد. كده احنا قفلنا الدايره. يعني ايه؟ حضرتك بيحصل لك محفز معين، المحفز ده بيخليك تدخل في فعل معين، الفعل ده لما بتعمله بتكافئ بشكل معين. الدايره دي لو اتعملت كذا مره المخ بيفهم على طول انها روتين عندك، عاده، يقوم ناقلها على طول لحته كده اللي هي العقد القاعديه دي، بحيث اول ما يحصل المحفز المخ بيفصل تماما. المخ بيفصل تماما وتبتدي تشتغل من غير ايه؟ من غير عقلك. يبقى العقل فارغ لاي عمليات تانية، وده اللي بيفسر لك انك بعد شويه من السواقه بتلاقي عقلك ممكن تركز بيه في حاجات تانية. خلاص؟ واللي بيفسر لك برضو موضوع الموبايل ده، بقى واحد من المحفزات انك تفتح الفيسبوك او انك تفتح الاب اللي هو بيحقق لك مكافاه معينه، انك تبقى مبسوط، انك تتواصل مع غيرك، انك تلقط الموبايل ده بس انه يبقى في ايدك، ده بقى محفز. فاول ما المحفز ده حصل 10 20 30 100 مره، واول ما بتمسك الموبايل بتفتح الفيسبوك، فبتفتح الفيسبوك بيحصل لك نوع من الرضا او السعاده، مره ثانيه 100 المخ بيروح ناقلها على طول العقد القاعديه، يقول لها ايه؟ اول ما يحصل المحفز الفلاني انا هفصل خلاص، انت اشتغلي بقى دايره الايه؟ دايره العاده تشتغل لوحدها. تلاقي نفسك رحت داخل على الفيسبوك فاتحه. طب انا ما كنتش هفتح الفيسبوك، انا ايه اللي خلاني فتحت الفيسبوك؟ انا ايه اللي خلاني فتحت التيك توك؟ ايه اللي خلاني اعمل كده؟ اللي خلاك تعمل كده ان انت كونت العاده دي عندك. فالمخ فصل خالص، فما ما بقتش بتعمل حاجه انت مركز فيها، لا. فعلاج الموضوع ده بتاع العاده ده، طب ايه اللي دخل ده في الادمان بقى؟ هو الادمان اصلا تكون من فكره العاده دي، خلاص، انك بيحصل محفز معين، المحفز ده لما حصل لك رحت عملت فعل معين، لما الفعل ده حصل لقيت الدوبامين اللي هو بقى المسؤول عن السعاده افرز، فشعرت بسعاده. مره في الثانيه في العشره ابتدت تتكون عندك العاده دي. اول ما المحفز بيحصل بتلاقي نفسك على طول بقى ايه بقى؟ سلوك ايه؟ قهري. قهري. يعني ايه سلوك قهري؟
يعني لو انا عاوز ابطله انا ما بعرفش ابطله. فعلاج ده ان احنا بنكسر دائره العاده دي. طيب احنا هنرجع للكلام ده تاني ان شاء الله. يبقى القاعده اللي بنتكلم عنها ان الجواز ما بينهيش المشكله، بل بتبتدي مشاكل من نوع تاني. كم من الرسائل اللي بيجي لناس متزوجه ومش عارف يبطل ده، او نساء وبتقول ان هي اكتشفت ان جوزها كده، ده كم كبير يعني، ده ومش النهارده ولا امبارح ولا يعني، لا انا بتكلم ده على مدار عمري، يعني انا من قبل حتى ظهور الفيسبوك والحاجات دي خالص. ماشي، يعني كان ناس بتيجي المسجد وتحكي كده ان هو بيفضل انه يشاهد هذا المواد الاباحيه دي ويمارس العاده السريه عن الجماع، واشكال عنده. بل نسب من الطلاق، انا ما بحبش اقول يعني ايه، اقول حاجات انا مش محققها، لكن هي نسبه كبيره، لكن هي الاكبر ولا الله اعلم، بس هي نسبه كبيره من الطلاق بخصوص الموضوع ده، ان هو كان متخيل انه هيلاقي المتعه في الزواج اللي هتغنيه، ما بيلاقيهاش خالص. وهندخل في التفاصيل دي يعني. فلو حضرتك، القاعده بقى اللي عايزين نقولها يعني، ايها الشاب او ايتها الفتاه، لو انت فاكر ان هي مرحله وهتعدي بالجواز، انت غلطان. ايه اللي دخلنا في حته الهابت لوب والعاده بقى؟ ان انت اللي كونت لنفسك العاده دي. انت بقالك 10 سنين 15 سنه كونت لنفسك عاده اني علشان احفز في الحته دي، بقى احفز بشكل معين، قاعد في مكان معين باجواء معينه، بأمارس دور المتفرج. دي مهمه جدا. بأمارس دور المتفرج، وهو ده اللي بيثيرني، فبيؤدي في الاخر بقى الى افراز الدوبامين والقصه اللي احنا حكيناها دي. فجاه انت مطالب منك ان العاده دي تكسرها، وبتبقى فاكر انك هتلاقي اللذه في العلاقه يعني الطبيعيه. فاللي بيحصل ايه يا جماعه؟ ان انت اللي كونت العاده دي بقالك 10 سنين تعمل كده. انت بتثار وانت بتمارس دور المتفرج، فبتكتشف فجاه انك مش عارف تعمل ده. وبعض الناس بتقول خلاص انا عندي ضعف في الجنسي، ويروح يعالج في الحته دي. وللاسف في بعض الاطباء مش بيربطوا الموضوعين ببعض، والموضوع بيكون هو نفسي اكتر منه عضوي. وبمجرد انك تتوقف عن مشاهده الاباحيه لفتره كافيه، بترجع العلاقه طبيعيه جدا. ولذلك يا جماعه، ودي قاعده كنا المفروض هنقولها يعني، فخدوها دلوقتي برضه، من قواعد التعافي للمتزوجين انك تتوقف فورا، مش عن مشاهده الاباحيه. احنا هنقول كمان شويه، لان يا جماعه الادمان ما فيهوش طبطبه. لو تفتكروا احنا قلنا النهارده مش جايين نتكلم عن مشاهده الاباحيه، بنتكلم عن ادمان الاباحيه. الادمان ما فيهوش طبطبه، ما فيهوش انا هبطل بالتدريج. غلط. هبطل بالتدريج ده مش في الادمان. كل من تكلم في الادمان، اي ادمان، الادمان عشان تبطله بتبطل فورا وتنتكس وترجع، ماشي، ده مقبول عندهم. انما ما فيش حاجه اسمها ايه انا هبطل بالتدريج. غلط. لان هو الادمان هو كده هو رغبه قهريه، فدي لازم تتقطع فورا. ماشي. طب اتقطعت فورا لمده اسبوع ورجعت انتكست، نقول لك انتكست، هنقول لك قوم تاني، بس وانت قايم بنيه انك هتبطل فورا. مش حاجه اسمها انا بشاهد مثلا مرتين في الاسبوع، 3 في اليوم، ايا كان الرقم هقلله. مفيش كده. هتبطل فورا، وهتسيب كل حاجه فورا، وهتقطع علاقتك بكل حاجه بترجعك وتفكرك بده فورا، اللي احنا سميناها الايه؟ المحفزات، التريجرز او الكيوز. ماشي. اي حاجه احنا هنخش في التفاصيل دي ان شاء الله وهنفهمها يعني، بتفكرك او بتحفزك لده، لازم تقطعها فورا. لازم. خلي بالكم يا جماعه، المحفزات دي ممكن يبقى محفز واحد، ممكن يبقى عده محفزات بيؤدوا لنفس النتيجه، وممكن يبقى عده حاجات مجموعه على بعض تعمل لك محفز. حد فاهم حاجه؟ يعني ايه اخر واحده دي؟ يعني الاثنين دول سهلين، يعني محفز واحد بيؤدي الى النتيجه الفلانيه، او عده محفزات كل ما يوجد محفز منهم بروح اعمل كذا. في بقى حاجه، يعني حاجه تريكي شويه الناس ما بتاخدش بالها منها، ان عده حاجات كده لما تتجمع تكون محفز. مثال للي احنا فيه، مثلا مشاهده الاباحيه او ادمان الاباحيه، ان انا كل ما اكون في البيت لوحدي
وبالليل، وحط بقى اي كل واحد فينا طبعا ليه يعني ايه مجموعه الحاجات اللي بتكون المحفز. اول ما يحصل الحاجات دي تتجمع مع بعض على طول الاقي نفسي رحت ناحيه الكذا. مهم جدا يا جماعه نبقى واعيين بانفسنا في الحته دي. ليه؟ علشان هاجي اقول لك لازم تكسر المحفزات دي، لازم. يعني ابسط مثال اللي انا بقوله ده، فلو كده فممكن اقول لك ايه، ما تبقاش في البيت لوحدك. لو هتتذبح مش هبقى في البيت لوحدي مثلا، تقول طب ما اقدرش ما بقاش في البيت لوحدي، اقول لك يبقى احنا قلنا ايه في البيت ولوحدي وبالليل مثلا، يبقى ايه لو في البيت لوحدك يبقى خليه بالنهار، ما اي يعني المهم ايه تكسر واحده من دول عشان الدايره ما تدخلش في الدايره بتاعت العاده دي، لانك لو دخلت فيها ما بتعرفش تكسرها. فنرجع للقاعده تاني. فبيقولوا ايه بقى، ركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. بعض الناس بتتجوز وبعدين يقول لك طب انا هتوقف خلاص عن مشاهده الاباحيه او عن الادمان، وممكن يتوقف فتره لكن بيقع في فخ تاني وهو التخيلات، وربما يقع في هذا الفخ حتى اثناء الجماع. يا جماعه التخيل هو زي المشاهده بالظبط، وتاثيره نفس تاثير المشاهده، وربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش اصلا التخيل غير عشان كده. انت بقى تخيل، انا بقول لك اهو، تخيل ان مثلا عمال اكلمك على جنه وفيها كذا وفيها كذا، واحنا ربنا ما خلقناش حاجه اسمها تخيل. ما عندناش قدره ان لما اقول لك الجنه فيها انهار وفيها بساتين وفيها مش عارف ايه والثمر يدنو والحور العين فاحنا ربنا ما خلقناش تخيل. مين منا هيبقى ده محفز ليه انه يعمل صالحات؟ مين؟ ما حدش. احنا اصلا اللي خلينا يبقى ده محفز لينا ان احنا بنتخيل هذه الامور. مجرد تخيلك لهذه الامور فعل فعل المشاهده، طبعا مش بقوه المشاهده صحيح، لكن هو بيفعل فعل المشاهده. فتلاقي صاحبنا اللي اتجوز ده او اختنا اللي اتجوزت واللي فعلا توقف عن المشاهده يقع بعد فتره تاني ويبقى مش عارف منين. واحده من الاسباب اللي الاطباء بيذكروها هو التخيلات، لان التخيلات لها قوه المشاهده. فلذلك من النصائح الاطباء بيذكروها للمتزوجين اللي واقعين في الفخ ده انه يتوقف فورا عن التخيل حتى في اثناء العلاقه. لو ما قدرش يعتذر عن العلاقه، لكن عمره ما يعملها وهو يتخيل. ليه؟ علشان هيفضل في سلسله ادمان الاباحيه، مش هيعرف يخرج منها، مش هيعرف، تماما كانه يشاهد. طب دي قاعده ثانيه خلاص من القواعد اللي معانا. القاعده اللي بعد كده وحقها التقديم، اخرناها ليه؟ لان اتكلمنا عنها كتير قبل كده، وهي ان احنا كمسلمين لازم يبقى عندنا خطاب شرعي. يعني جميل جدا انك تروح تبدا برنامج تعافي، وده احنا هنقوله يا جماعه. الناس اللي واقعه في الادمان من الحاجات المهمه جدا في طريق العلاج انك تجد من يعينك على هذا العلاج، وده مش عيب، ده مش عيب. هو ادمان زيه زي اي ادمان، زي ما في واحد مدمن مخدرات، واحد مدمن زي ما اقول لكم كده مدمن كحوليات، واحد مدمن اباحيه. طب عاوز ابطل، بنلجا للناس المتخصصه في الحته دي، لان في بعض الحالات فعلا لازم تلجا لطبيب، لازم في بعض الحالات لازم تلجا لناس عندها برنامج تعافي، لازم عشان تساعدك ازاي تتعافى وازاي تخرج من اللي انت فيه ده. خلاص؟ فده مش عيب. في ناس بتعمل ده دلوقتي، في ناس بتعمل ده دلوقتي، والحقيقه مشاركاتكم مع صالحني كانت يعني اثرت الموضوع ده، يعني يمكن انا استفدت منها. من اكتر الحاجات اللي جات لي عنها يعني كلام كويس، واعي، مجموعه واعي، فادخلوا ابحثوا عنها على اي منصه بقى من منصات واعي، وتواصلوا معاهم. جالي اسماء تانية لاطباء دكاتره. واعي ده يعني يعتبر مجموعه فريق عمل، يعني فهو بيوجد لك واحد يشاركك في رحله التعافي بتاعتك. هكتب لكم الاسماء كلها لان الاسماء مش في ذهني دلوقتي، هطلعها بقى من صالحنا. جالي كم رسائل مرعب الحقيقه، الكم اللي مرعب، لكن في رسائل مبشره جدا. فهكتبها لكم كلها ان شاء الله على التليجرام، علشان عاوز يبدا رحله التعافي، رحله الخروج من النفق المظلم اللي الشباب عايشه فيه دلوقتي. طيب، فدي قاعده. القاعده اللي بعد كده، القواعد دي يعني القاعده اللي بعد كده اللي هي كان حقها التقديم بقى، انك مش هتعمل ده. اخونا الله يبارك له قبل ما يمشي، يعني انت مش هتعمل ده غير بالله سبحانه وتعالى.
مش هتعمل ده غير بالله. تقول لي بقى بص يا عم الشيخ، هتقول لي بالله ومش الكفره عملوها وعندهم برامج تعافي وبطلوا ومش عارف ايه. هقول لك حتى الكفره، حتى الملحدين لما عملوا ده عملوه بالله. يعني ايه بالله؟ يعني مش هو لازم يستعين بالله الكافر ده ولا الملحد، مش لازم يستعين بالله، لكن كونه توقف ربنا تعالى قدر له انه ايه؟ انه يعني ما فيش حاجه بتحصل في الكون غير بربنا سبحانه وتعالى. الفرق بقى بيننا وبينهم ايه؟ ان وانت في رحلتك في التعافي هتبقى مكنه حسنات شغاله. مفهومه دي يا شباب؟ يعني كل مره زي ما اخونا قال قبل ما يمشي هتمرغ وشك في التراب وتدعي. الدعاء ده عباده ولا مش عباده؟ الدعاء لوحده يعني مجرد انك دعيت ربنا سبحانه وتعالى عباده ولا لا؟ عباده. عباده يعني بتاخد عليها ايه؟ ثواب، صح كده؟ فوانت في رحلتك للتعافي بتتعافى وبتاخد ثواب. الثواب ده احنا في الاخر يا جماعه احنا عندنا مشاكل دنيويه بنقع فيها مع ادمان الاباحيه كتير، وفي هنا ناس اساتذه تحكي لنا بقى تجاربها من اكتئاب ومن رهاب اجتماعي، مش عاوز يقابل حد، مش عارف يقعد مع حد، قرفان من نفسه، حاسس دايما بالدونيه، مأثره على دماغه، لا عارف يحفظ ولا عارف يفهم، مأثره على بدنه بعد ما كان رياضي ساب الرياضه، مأثره على حتى ما بقاش يعني مهتم بشكله الخارجي. على فكره يا جماعه اعراض الادمان تقريبا واحده في كل يعني اللي انا بقوله ده اسقطه على واحد مدمن مواد مخدره هتلاقيه صح. ماشي؟ فكل ده في الدنيا، بس احنا عندنا مشكله اكبر من دي كمسلمين. احنا عندنا اخره، عندنا اخره، فعندنا جنه ونار. ففي قصه تانية كبيره شغلانه عن الدنيا اصلا. ففكره وانت في رحله التعافي انت عمال بتوزن الميزان شويه، ميزان الحسنات والسيئات، دي فكره لا تستهين بها. يعني فكره ان انا طول ما انا في طريقي للتعافي عمال مركز ان انا مع ربنا سبحانه وتعالى واني انا بالله سبحانه وتعالى، فده هيؤثر في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، في عبادتي، في طاعتي، في دعائي. واحد باعت ورقه وخطه جميل، مش عارف اقرا منه حاجه. منصه واعي، مالها بقى؟ اوليس هذا من بلب؟ هو ظهر من باب بس ايه البه لزقت في اللام. الاجهار بالمعاصي، وهل يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه كل امتي معافى الا المجاهرين مثلا. يعني بحاول اقرا بالايه بالكده اهو يعني، ما هو بس انا منصه واعي. يعني انت لما بتبعت لهم مثلا بيفضحوك يقولوا الحقوا فلان جالنا، ويعني كده بيعملوا كده على المنصه، يعني انت تبعت لهم في السر يقوموا عاملين سكرين شوت مثلا للاكونت بتاعك وينزل ما اعتقدش لا، هو من باب انك بتلجأ لاهل الذكر في هذا في النقطه دي. يعني زي ما انت بتبقى مريض فبتروح للطبيب المتخصص، فانت بتلجأ لحد بيعينك وفاهم كويس. وده من ترشيحات ناس منكم، يعني بعتوا لي رسائل ان هم تعافوا خلاص. ودي قاعده بقى، القاعده اللي بعد كده الاول بس انت بالله سبحانه وتعالى. يا جماعه هتلخص الموضوع كله عشان افهمك يعني ايه بالله. وانت مع ربنا الطريق هيبقى مختصر جدا. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. هو انت اللي بيخليك تروح تعمل ده انك حبه على بلاطه كده، مش كده؟ حبه. طب حبه ليه؟ ادينا قلنا لك الدوبامين بيفرز تحس بالسعاده طب انا عاوز اكره بقى الموضوع ده، ربنا قالها لك. ربنا اللي بيكره، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فتخيل كده ان انت عاوز حاجه هي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى في طريقك للتعافي ما ينفعش تغفر ربنا سبحانه وتعالى. ليه بقول الكلام ده؟ لان في ناس هتروح لهم هيغفروا ده خالص. ليه؟ هم ماشيين على برامج تعافي زي ما هي كده جايه من عند الغرب، خلاص زي ما هي بيسلمها لك كده زي ما هي. بالمناسبه هو في برامج تعافي جاهزه يعني تتطبق ان شاء الله بنسبه كبيره بتنجح. ماشي؟ القاعده اللي بعد كده ان السبب في الوصول لادمان الاباحيه مش بس الشهوه. السبب، ودي قاعده مهمه جدا يا شباب، في انك توصل انك تدمن الاباحيه مش بس الشهوه.
لا، هو مجموعه حاجات جنب بعض كده، منهم طبعا الشهوه، لكن في حاجات تانية. وصناعه الاباحيه، والمصطلح ده مش مصطلح انا، ده مصطلحهم هم، مصطلح مين بتوع الاباحيه. الاباحيه بقت صناعه يعني يعني في ممثلين وممثلات ورواتب ومونتاج وصناعه. ماشي، هم فاهمين ده كويس وبيلعبوا على الغرائز او الشهوات اللي عندك علشان تبقى واحد من فرائسهم. ماشي، ليه مش قضيتنا دلوقتي. فمنها حب الشهوه، طبعا الشهوه دي موجوده طبعا. ايه تاني بقى، ودي مهمه جدا، الايه، الفضول، اللي هو صح الفضول، او الشغف لكل ما هو جديد. ماشي، يعني الانسان دايما يحب يعرف حاجات جديده، يشوف حاجات جديده. خلاص، ولذلك مدمنوا الاباحيه منهم اللي بيقول ده، بيقول انا يعني لا اثار لو شاهدت الحاجه مرتين. هو عنده حاجه تانية دلوقتي غير الشهوه، هو عاوز دايما يشوف حاجه جديده. ومنها ان الانسان دايما عنده بقى الفضول، هي دي اللي انا قلتها الاولى، هم دول حاجتين قلناهم، الفضول وحب الجديد. الفضول بقى يا جماعه اللي هو ايه، عارفين لما اجي اقول لك إيه؟ ودي غريزه في البني ادم. اجي مثلا هات كده ان شاء الله طفل صغير، هتقول له ايه، انا الحاجه اللي في ايدي مش هوريها لك. هو هينسى كله، هيبقى عاوز يشوف الحاجه اللي في ايديك دي بقى. مع ان انت لو ما قلتش اعمل ايديا كده يا جماعه وما قلتش حاجه، طب تخيلوا قلت لكم انا في حاجه في ايدي بس مش هوريها لكم يا جماعه، كل اللي في المسجد هيبقى عاوز يعرف ايه الحاجه اللي في ايدي. دي طبيعه بشريه. فهم بيلعبوا على ده كله. انا ليه بقول القاعده دي؟ القاعده تحس انها مش مهمه، هو اللي جاي هو اللي مهم للنساء بقى. من الغرائز دي، وده عند النساء، انه النساء يا جماعه الاكثر في تحرك هذه الامور، وان هم يروحوا للفخ ده او النفق المظلم ده، حاجات بعيده عن الجنس اصلا. ماشي، يعني كتير من الرسائل بتاعت النساء، وده برضو الاطباء بيقولوه، بتيجي ان البدايه كانت الرومانسيه. انا جات لي رساله من واحده، البدايه كانت افلام انمي عاديه جدا، افلام انمي عشان كانت بتقوي اللغه، اتفرج على افلام انمي بتقوي اللغه بس. ماشي، مشاهد فيها رومانسيه، مشاهد فيها حميميه، مشاهد فيها حب، مشاهد فيها مش عارف ايه، تطور الامر الى انها بقت مدمنه اباحيه. فيبقى لازم نبقى واعيين برضو للحته دي بالذات عند المراه. ولذلك يا جماعه، ودي برضو من القواعد اللي المفروض نقولها، ان مش بس المشاهدات، حتى القراءات في هذه الامور ربما تثير، بالذات عند النساء. وليه عرفنا عند النساء؟ علشان مساله الرومانسيه. رساله جات لي انا يعني اللي بحكيه لكم ده يا جماعه رسائل واصله لي، اني واحده من البنات ما كانتش عارفه ايه التريجر بقى، ايه الكيو، ايه المحفز، بتقول ما مش عارف، ما بعملش حاجه، لا بتفرج على ولا اي حاجه، لغايه ما عرفت الاغاني حرام، سابت الاغاني. الموضوع ده انصرف عنها بنسبه كبيره جدا اول ما سابت الاغاني. بتقول بعد كده ابتديت اقلل الفرجه على الافلام والمسلسلات لغايه ما قطعت افلام ومسلسلات، الموضوع ما بقاش يجي في دماغي خالص. هنا المحفز ايه اصلا؟ مش الشهوه، هو المحفز حاجه ثانيه خالص. ماشي، ولذلك جالي شكاوي قبل كده بقى كذا مره من البنات، المسلسلات او الافلام الكوري، انا ما اعرفش، انا يعني ما لحقتهاش دي، فانا ما اعرفش فيها ايه، بس هم بيقولوا انها فعلا بتؤثر على البنت بشكل كبير جدا، ومش في حته شهوه خالص. يعني هو طبعا بتوصل للشهوه، لكن الحاجات دي كلها رومانسيه وكلها حب وكلها حاجات زي كده. فلازم نبقى فاهمين ان اللي بياخدنا للحته دي مش بس الشهوه. طيب القاعده اللي بعد كده، التعافي ممكن؟ ممكن، وحصل وبيحصل وهيفضل يحصل. ماشي، فالتعافي ممكن باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني محتاجين قد ايه عشان نتعافى؟ كلام الاطباء